بعد مكسب نادي الزوراء الرياضي في آخر مباراة ليه من بطولة دوري نجوم العراق في الأسبوع الثالث أمام نادي القاسم بنتيجة 1-0، أصبح ترتيب نادي الزوراء الرياضي في بطولة دوري نجوم العراق في المركز السابع برصيد 4 نقاط بعد ما لعب 3 مباريات. أما اليوم فسوف نتعرف مع بعض على الموعد والتوقيت وعلى القناة الناقلة لمباراة نادي الزوراء الرياضي القادمة ضد نادي النجمة في مباراة الإياب من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. لكن قبل ما نبدأ أتمنى منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة علشان تقدروا تتابعوا كل مواعيد مباريات نادي الزوراء الرياضي القادمة بمشيئة الله تعالى. وصلوا وسلموا على سيدنا محمد، ويلا بينا نتعرف مع بعض على تفاصيل هذه المباراة. نادي الزوراء الرياضي في هذا الموسم من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بيقع في المجموعة الثالثة وفي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد ما لعب نادي الزوراء الرياضي 3 مباريات من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. آخر مباراة جمعت ما بينه وما بين نادي النجمة انتهت المباراة بمكسب نادي الزوراء الرياضي بنتيجة 4-1 في مباراة الذهاب. أما اليوم فسوف نتعرف مع بعض على موعد مباراة الإياب بين نادي النجمة ونادي الزوراء الرياضي. المباراة بمشيئة الله تعالى هيستضيفها نادي النجمة على استاده ووسط جمهوره يوم الاثنين القادم الموافق 6/11/2023. المباراة هتنطلق الساعة 7 مساء بتوقيت العراق، وسوف تنقل لحضراتكم عبر قناة أبو ظبي الرياضية الثانية. بكده يبقى تعرفنا مع بعض على تفاصيل هذه المباراة. أتمنى في النهاية التوفيق للفريقين في هذه المباراة، وأتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة. يا ريت تشاركونا توقعاتكم لنتيجة المباراة في التعليقات. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.